السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يلا نعمل احلى بسبوسة. هنجمع البسبوسة الاكياس والبسبوسة الكيلوهات مع بعض، وادي النتيجة قدامكم ما شاء الله عليها، حاجة كده روعة وجميل. يلا نخش على الفيديو ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. معايا 2 كيس بسبوسة، حوالي كيلو، الكيس نص كيلو. فضيتهم زي ما انتوا شايفين كده في بولة واسعة، وهنزل عليهم بمعلقة. هو طبعا دي البسبوسة اللي في الاكياس فيه كل حاجة، بس انا بحب احط معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان انا هضيف بسبوسة دي سيمولينا، وعليها كوباية زبدة او سمنة، كوباية ونص كده، وهسيب حوالي نص كوباية في الاخر هقول لكم هنعمل بيها ايه. هقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده، وبعد كده هنزل بكوباية ملانة لبن رايب. اللبن رايب ده بخيره، يعني فيه قشطة، حاجة كده جميلة جدا، يعني مدية طعم للبسبوسة جميل. هبس البسبوسة كده مع السمنة بتاعتي ومع اللبن الرايب. انا لسه لغاية دلوقتي ما حطيتش دقيق السمولينا بتاعي. حطيت حوالي كوبايتين 2 دقيق السمولينا، وحطيت نص كوباية الزبدة اللي فاضل. يعني دلوقتي البسبوسة بتاعتي واخدة كوبايتين 2 زبدة، وكوباية ونص لبن رايب بخيره كده. وقلبت المكونات دي كلها كده في بعضها ما شاء الله. يعني ما تعجنيش فيها جامد، لا، لمي الدقيق بس كده علشان تطلع مظبوطه معاكي. شوفوا ما شاء الله ريحتها جميله جدا. هجيب الصاج بتاعي وهحط فيه معلقتين 2 كبار زبده او سمنه، وادهني بيه الصاج كويس جدا، او الصينيه او اي حاجه هتحطيها. دهنته كويس كده بالطريقه دي. هنزل بالخليط بتاع البسبوسه. ما شاء الله طبعا الجو برد، فتحس ان الخليط يعني منه داخله زبدة فبيتماسك. انت بقى افردي كده بالطريقة دي، وزعيه كويس وما تسيبيه. وانا كده فردتها كويس كده في الصينية بالطريقة اللي انتوا شايفينها مع بعض كده. فردت البسبوسة بتاعتي، وجبت حوالي ربع كوباية مية كده، وهساوي وش البسبوسة بتاعتي بالمية، بس ما تكتريش. معايا شوية بندق حلوين كده. طبعا هزين بقى. مش عندك بندق حط سوداني، مش عندك سوداني ممكن تسيبها سادة خالص بالطريقة دي. يلا كده حطينا البندق بتاعنا. وطبعا هكون انا مسخنة الفرن على 200 درجة. لازم الفرن البوتاجاز يكون دافي قبل ما تدخلي البسبوسة بتاعتك عشان تاخدي نتيجة كويسة. شوفوا ما شاء الله حاجة جميلة جدا. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد من مطبخي. وهي في الفرن ما شاء الله عليها، حبيت اصورها لكم عشان تشوفوا الجمال معايا ما شاء الله. طبعا الشربات بتاعنا بيكون بارد. طبعا الكمية دي خدت حوالي 4 كوبايات شربات. عملناهم ازاي؟ 4 كوبايات مية، 4 كوبايات سكر، عصرة نص ليمونة، رشة فانيليا، ومعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز ما شاء الله. وسيبناه يبرد، وكده بعد ما طلعت هتسقيها بقى بالشربات بتاعها او السيرب بالطريقة دي ما شاء الله كده. زي ما قلت لكم هي خدت 4 كوبايات من الشربات او السيرب. هنزل عليها طبعا البسبوسة خارجة من الفرن سخنة، والشربات بتاعي بارد. وادي كمية الشربات اللي كانت فاضلة معايا ما شاء الله. غطي عليها بقى كويس جدا، وسيبيها حوالي نص ساعة علشان تشرب من الشربات بتاعها قبل ما تقطعيه. هتعرفي ان الكنافة عفوا البسبوسة بتاعتك ناجحة ازاي، ان انت هتلاقيها بتشرب الشربات بتاعها ساعة ما بتحطيه.
ما شاء الله غطيت عليها، ودي ما شاء الله. تعالى بقى نشوف النتيجة الجميلة اللي احنا كل منتظرها من ان احنا جمعنا دي السيمولينا مع اكياس البسبوسة. قطعيها بقى حبة تسيبيها وتقطعي ساعة التقديم، حاجة ترجعلك. شوفوا ما شاء الله القطعة بقطعتها وسمكها مظبوط جدا والطعم روعة جدا، حاجة كده بصراحة من الاخر. شوفوا الجمال، حاجة كده والله احلى من الجاهزة بالظبط. ظبطي الحاجة بتاعتك كويس وانت هتاخدي واخدميها وحطي لها المقادير مظبوطة وانت هتاخدي نتيجة كويسة جدا. شوفوا ما شاء الله حاجة كده روعة. وزي ما قلت لكم انا سويتها على درجة حرارة 200، ادت لون تحت. وبعد ما خلصت اللون اللي تحت ولحت الشواية وحمرت الوش بتاعها كده بالطريقة. شوفوا ما شاء الله، ممكن تقطعيها. شوفي ما شاء الله حاجة كده روعة. لو حابة انت تزودي الشربات بتاعها حاجة ترجعلك، بس انا كانت النتيجة كده ممتازة جدا والحمد لله طلعت كويسة وحلوة وطعمها روعة وجميل جدا. شوفوا بتتقطع بردك القطعة بقطعتها هي في الشوكة. شوفوا حاجة جميلة. حابة تحطي مكسرات تانية مطحونة زي فول سوداني وجوز الهند، تقلبيهم مع بعض كده وترش على وشها بردك. انا بعشق الحاجات دي بصراحة. فحطيت على القطعة شوية كده مكسرات ناعمة مطحونين. ما شاء الله شوفوا الجمال، حاجة كده من الاخر جميلة جدا. يلا ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك يا جماعة عشان يرفع الفيديو والكل يستفاد. هبدأ اقطع بقى البسبوسة بتاعتي، عفوا معلقة معايا الكنافة، قطعتها بالطريقة دي ما شاء الله علشان تبقى سهلة في التقديم على طول. شوفوا الجمال، شوفوا ما شاء الله. نسيت اقول لكم في الشربات حطوا معلقة زبدة بعد ما تطفي عليه، بيديكي ما شاء الله لمعة لأي حلويات شرقية بتعمليها. حطيت شوية مكسرات مطحونين كده ما شاء الله. انا بعشق الحاجات دي بصراحة ما شاء الله. شوفوا الجمال، حاجة كده روعة. يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم بجد بصراحة وطلعت معاكم ازاي. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين.